مكان الجريمة حي جعروس، ظروفه الاجتماعية والعائلية، فشل حياته الزوجية الأولى، تراكمات ربطته من جديد بعلاقة مع فتاة في 23 من عمرها، كانت تقيم رفقة أمها بمنزل اكتراه لهما وكان مداوما على زيارتهما والإقامة معهما فيه. فصول تمثيل الجريمة كشفت عن تفاصيل ما حدث، شجار بدوافع تصرفات لا أخلاقية حصلت بينه وبين الفتاة التي كان ينوي الزواج منها، انتهى بمقتل أمها التي دخلت طرفا في خلاف بينهما. جريمة إلى يعني بغينا نصنفوها إن صح التعبير، يمكننا نقولوا أنها جريمة أو من جرائم المحيط المغلق اللي ما عندهاش واحد يعني ارتباط وثيق بالشارع العام، بحيث أن الجريمة وقعت داخل المنزل اللي كيكتريه الشخص المشبوه فيه رفقة الخطيبة ديالو والأم ديالها. هذه الأخيرة اللي وافت المنية. بالنسبة للخطيبة اللي تصابت كذلك بجروح بالغة، الآن لا زالت ترقد في المستشفى. جريمة اهتز معها الحي أراد منها الجاني الانتقام بسبب إهانته ولظروف استغلاله من طرف الضحيتين لفترة طويلة. انتهت الجريمة بتقديمه للعدالة لاستكمال التحقيق معه.